أهلا وسهلا بكم. معكم عبد الوهاب حفكوف، أحييكم وأرجو لكم مشاهدة طيبة. تحية تبونية بوتينية نوفمبرية أكتوبرية قدسية عربية. تحية للأحرار في كل مكان. وسأتحدث عن الخطر الذي أصبحت تشكله الجزائر للصهاينة ولأحبتهم، طبعا أحبة الصهاينة وأنتم تعلمون من هم، وعن الابتهاج القاري ببزوغ القوة الجزائرية. والآن دعوني أتحدث بإيجاز عن الجزائر. من الأشياء الرائعة أن المتحدثين عن الجزائر كثر هذه الأيام، وأنهم بطريقة وأخرى يقرون بقوة الجزائر الجديدة. حتى الخصوم يعترفون بذلك على مدى. على سبيل المثال، عندما تقرر الجزائر تخصيص $1 مليار لدعم المشاريع التنموية، يبتهج المحبون والمخلصون للجزائر أمثالي ويعتبرونه دليلا على قوة بناءة. أما الأعداء يكتئبون ويتهمون الجزائر باستخدام الثراء لتحقيق النفوذ. يعني شغلين. عندما تنجح الجزائر في طرد الصهاينة من القمة الأفريقية، وتنجح في إقناع القارة بدعم القضية الصحراوية، نحن المحبون العارفون بإخلاص مكة الثوار لقضايا التحرر والنضال نعتبره برهانا ساطعا، برهانا آخر على وفائها النادر لقضايا التحرر. وأما الأعداء يمقتونها أكثر هنا، لأنها تثير تلك الأخبار التي عملوا على خنقها. أولئك الذين يكرهون النضال ويعتبرونه موضة قديمة مخجلة، أولئك الذين يقربون من مصطلحات التطبيع والانقطاع والاستلام، يحقدون على الجزائر لأنها تقدم نموذجا للتطور دون لعنة لأحذية الصهاينة. الجزائر الجديدة المعاصرة وهي في نفس الوقت لم تخلع ثوب النضال، لأنه ثوب لا يبلى ولأنه تاج السيادة. الجزائر لا تدفع عشرات الملايين لشراء برامج التجسس مثل برنامج بيجاسوس، بل توظف المال الذي تجنيه بعرق جبينها، توظفه في خدمة المشاريع التنموية التي تعود بالخير على القارة الأفريقية. وعندما يتأتى لها النفوذ لا تستغله لتمجيد العروش والقروش أو لخدمة الصهاينة كما يفعل خصوم الجزائر، بل تستغله لخدمة فلسطين والقضية الصحراوية وليبيا ولخدمة القارة نفسها. هذه هي شروط القيادة، ولهذا نبتهج، ولهذا تبتهج القارة. لقد اتضح وسائل الإعلام العربية والعالمية يعني الآن أصبحت تدرك الفرق بين الجزائر وخصوم الجزائر. لا يستوي المخلصون بالخونة. الجزائر تثير إعجاب العالم بمواقفها وبنموذجها. إذا سألك ما هو الفرق بين السمسار والطائر، قل لهم الفرق هو ذلك الفرق بين المخزن والجزائر. هذا هو الفرق. يروا بالخير. انتصار النموذج الجزائري هو انتصار للقيمة النضالية، ولا تستمعوا أبدا للمثبطين. التثبيط وظيفة العطالة الذين يعانون إفلاسا أخلاقيا وقيميا. لا تشغلهم القضايا الكبيرة، بل يشغلهم دائما ما يفعله الكبار.